طبعا هتحسني مبسوط النهارده، لان النهارده يا جماعه هو اليوم الرسمي اللي كل شركات الاتصالات النهارده في مصر الحمد لله قرروا يعطفوا علينا وينزلوا لنا خطوط اي سيم. طبعا اي سيم لو انت مش عارفها هي اختصار لكلمه امبيدد سيم كارد، ودي بتبقى عباره عن شريحه الكترونيه كده، بتبقى موجوده اصلا عباره عن شريحه كده موجوده جوه موبايلك، مش في معظم الموبايلات، في موبايلات اللي هي الفلاج شيبس زي مثلا الايفونات من اول ايفون 11 تقريبا، وفي موبايلات السامسونج الاسات، وفي تقريبا سامسونج الاي 54 او الاي 55 تقريبا بيدعم الاي سيم. لو انت عايز تعرف اذا كان موبايلك بيدعم الاي سيم ولا لا، ممكن تسيرش على النت تكتب does my phone support eSIM ولا لا، وهتكلم شركة الاتصالات بتاعتك وتاخد منهم الاي سيم بتاعتك، تقدر تضيف اي سيم جديدة او تعمل تحويل من السيم كارد البلاستيك بتاعتك لانك تبقى اي سيم. الاي سيم بتبقى عباره عن زي كود كده او كيو ار كود بتعمل له سكان بموبايلك، فالشريحه دي بيتعمل لها انستليشن او بتتسطب على الموبايل بتاعك. طبعا من ميزتها انها مش ممكن تبوظ زي السيم كارد العاديه، وتقدر تعمل كذا اي سيم انستليشن على الموبايل بتاعك، يعني تقدر تسطب اكتر من اي سيم على الموبايل بتاعك وتنقل بينهم زي ما تحب. طيب الاي سيم سعرها كام؟ لو انت هتجيبها كشريحه جديده هتكلفك 350 جنيه، ولو هتبدل الشريحه بتاعتك وتاخد شريحه اي سيم هتكلفك 300 جنيه بس. وبالنسبه للناس اللي بتسال هل الاي سيم بتفرق في الشبكه او كده، لا هي زيها زي الشريحه العاديه خالص، اللي بيفرق بس طريقه تشغيلها، بدل من انها سيم كارد فيزيكال بتتحط في الموبايل بتاعك، فهي سيم كارد بتعمل لها انستليشن على الموبايل بتاعك. ما بتفرقش في الشبكه، ولكن هي حلوه للناس اللي بتستعمل سمارت ووتشز، وبالذات الناس اللي معاها ابل واتش، انها ممكن تاخد سيم كارد تعمل لها انستليشن على الابل واتش بتاعتها او على السمارت واتش بتاعتها، بحيث مثلا لو انت نازل رايح الجيم او كده مش شرط تاخد موبايلك معاك، انت اوريدي السيم كارد بتاعتك معمول لها انستليشن على السمارت واتش بتاعتك، فتقدر عن طريقها من غير ما موبايلك يبقى معاك تعمل مكالمات وتستقبل مكالمات وكده. وبس كده، ده كان فيديو على السريع قلت اشارككم رايي عن الاي سيم، مفيده جدا، ولو عايزين تعملوها انستليشن على موبايلكم اتاكدوا ان موبايلكم بيدعم الاي سيم، وطبعا حولوا ليها وانا هحول ان شاء الله. وبس كده، يا ريت لو الفيديو السريع ده عجبكم تعملوا له لايك وسبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصلكم على طول، ونتقابل في الفيديوهات الجايه، والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.